تريد أن يخاطبك ربك، يكلمك ربك، تسمع نداء ربك، تريد أن ترى رسائل من الله تقصدك أنت وتخصك أنت. نعم، القرآن رسائل الله إلى عباده. وإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا أنت المقصود، أجمل الخلوات أن تجلس في ركن بعيد في بيتك ولا في المسجد وتفتح المصحف بعد أن تستحضر بقلبك أن الله يخاطبك، إما تستمع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، تتنزل الرحمة، أو تقرأه وكأن الله يخاطبك. في أجمل أحبابي بعضنا يسمع الشيلات والأناشيد والأغاني والقصص الأولين ويتلذذ بسوالف الأولين والآخرين التي لا تعنيه، ولربما بعضها من نسج الخيال، وبعضها معاصي وقعت في غابر الأزمان، وبعضها أحبابي ليست إلى العقل ولا الفضيلة، لكنه لا يريد أن يستمع لقصص القرآن. ما أجمل أحبابي يوميا مع قيام الليل، مع الانتظار للصلاة، مع الجلوس بعد الفجر، أن يكون لك ورد يومي أن تخصص ساعة وليست كثيرة عليك. ما أقول كثيرة على الله، أنت المحتاج ليس ربي، أنت الذي بحاجة أن تخلو بربي. ولذلك أحبابي هذه السويعات المنثورة في العمر وأنت مع الله وحده. أحبابي في حديث أبي أيوب عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي؟ قال الربع، قال حسن وإن شئت فزد، قال الشطر نصف، قال الثلثين، ثم قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني أرفع يدي أصلي عليك 10-20 دقيقة خلاص. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء لماذا كفى الله من صلى على محمد صلى عليه ما تعاقب الليل والنهار، كفاه همه وأعطاه سؤله دون أن ينطق بها؟ قال لأنه انشغل بالصلاة على من اصطفاه ربه جل وعلا عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كنت داعي جالس تقرأ كتاب ربك، أتعتقد أن الله لا يحقق اللي في صدرك والهموم اللي تهمك ومرضك اللي أشغلك وأبنائك اللي تريد صلاحهم ودينك الذي أقلقك؟ ألا يا أيها الخالي بربك، يا من خلوت بربك، أتعتقد وهو العليم بذات الصدور الذي يعلم ما تكن صدوركم، وهو جل وعلا يعلم ما توسوس به الصدور، أتعتقد أن يترك لك هم إلا أزاله، وضيق إلا فرجه؟ كن مع الله أحبابي. باختصار كل آمالنا، كل أمنياتنا، كل ما نريد مفاتيحه بيد الله، فكونوا مع الله، كن مع الله يكن معك. وإذا كلأك بعينه ورعاك جل وعلا، والله لو كادتك السماوات والأرض لا يصلون إليك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أليس هذا من دعائنا بعد كل صلاة؟ بلى. ولذلك أنا أدعو الخلوة بالله إذن في تلاوة القرآن المحتسب، يحتسب الإنسان، أو في سماعه. وبعضنا يسمع القرآن ولا يستمع إليه، يتسمعه لكن لا يسمعه سماعا مقصودا، ولذلك لا يحصل له الخلوة ولا يحصل له التدبر، ولربما ما تنزلت عليه الرحمة لأنه ما استمع القرآن. كما قال الحبيب اقرأ يا ابن أم عبد علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. استمع القرآن من غيرك فترحم، أو يقرأه متدبرا، فلعل الله جل وعلا أن يشملك بعفوه وبرحمته.